لو حاسس إنك دايمًا مرهق أو تعبان مش قادر تركّز في حاجة واحدة على بعض يعني، حاول تراقب عاداتك. للأسف إن مشكلتنا إن إحنا عندنا عادات كتير جدًا ممكن تدمّر طاقتك من أول ما تصحى من النوم لغاية ما تدخل السرير تاني. أول عادة منهم الشكوى المستمرة. للأسف إنك كل ما بتشتكي كل ما بتبرمج مخك بشكل غير واعي كده إنك تركّز على السلبيات أكتر، والحقيقة إن ده بيستنزف جدًا طاقتك العقلية والعاطفية. تاني عادة ودي عندنا كمصريين بشكل كبير جدًا تأجيل الحاجات الصغيرة. المشكلة إن أنت بتتخيل إن تأجيل الحاجات الصغيرة دي بيهوّن عليك اللحظة، ما تتخيلش إنها بتفضل متعلقة في دماغك وطاردك. والحقيقة إن كل ما بتراكم عليك حاجات كتير جدًا، مهام كتير صغيرة، كل ما بتلاقي نفسك سِبت الكبير والصغير فعلًا. تالت حاجة من عادات يومك ودي من أخطر الحاجات اللي بنقع فيها من غير ما نقصد، الدواير القريبة، الدواير المحبطة، الدواير اللي طول الوقت كل ما تقدّم خطوة ترجّعك خطوتين. حاول تنضّف الدواير القريبة منك، أو بمعنى أصح لو ما قدرتش تتحكم بشكل كامل في الدوائر اللي حواليك، حاول تتحكم في المعلومات اللي بتدّيها لهم علشان ما يستخدموهاش ليك ضدك. من ضمن العادات اللي برضه مشهورة وسطنا جدًا الscroll، اللي طول النهار ماسك التليفون بتقلِّب في فاتح كل الapplications علشان خاطر تشوف التحديثات على كل application منفصل، وفي الآخر خالص بتلاقي تقريبًا يومك أُهدر من غير ما تعمل حاجة، وسرقت طاقتك وسرقت تركيزك فعلًا بشكل كبير جدًا. خامس حاجة حديثك القاسي مع نفسك. لمّا بتجلد نفسك مش هتلاقي حد يسندك. حديثك القاسي مع نفسك بيحجمك وبيربطك في دايرة فشل عمرك في حياتك ما تعرف تخرّج نفسك منها، لإنك أول واحد بيهاجم نفسه. ولو عايز حقيقي تحافظ على طاقتك نضّف عاداتك والدوائر القريبة منك. أول ما هتنضّف الاتنين دول هتحس بفرق من أول أسبوع. أنا نرمين هيكل ودي لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي تتكرر اللي بعدها. سلام عليكم.